آه، بمناسبة ان الصوت اللي كان حواليا خلاص راح بقى وما عادش فيه صوت حواليا خلاص في المكان اللي انا كنت قاعد فيه ده. فالمهم اوه المهم بقى، فحابب اقول لكم ان الخلاصة يعني في الموضوع ان اداء النادي الاهلي هيكون كويس طبعا في المباراة. النادي الاهلي هيأدي بشكل جيد ان شاء الله مع نادي الوداد، وان شاء الله نتمكن ان احنا نعدي نادي الوداد اللي احنا بقالنا فترة بنعاني منه، وكنا في الاغلب يعني كنا كل ما بنقابلهم ما بنعديش. وكان اخرهم الموسم اللي فات لو تفتكروا، كان في المجموعة بتاعتنا زيسكو يونايتد، وكان برضو مش عارف فرقة كانت اسمها ايه كده، كان معانا برضو الوداد. احنا كنا مغلوبين. افتكرت الفرقة التالتة اللي كانت معانا كانت اسمها اسك موموزا. احنا اتغلبنا من زيسكو واتغلبنا من اسك موموزا، واتعادلنا مع الوداد. كان بت... كان بالتالي كان ادى لخروجنا بشكل حتمي من البطولة. يعني مهما كسبنا مهما حصل ايه معناتها كده كده خرجانين، احنا نخرج من البطولة. طبعا احنا في المرة المرة دي اتعادلنا مع الوداد 0-0. كان الوداد متقدم، بعد منا فزنا على الوداد 1-0. وكان برضو مصيرنا سواء اتعادلنا سواء خسرنا سواء كسبنا برضو كان الخروج، لان وضع الفرقة ما كانش كويس. فالحمد لله النهاردة ربنا كرمنا ووضع الفرقة بقى كويس، ونقدر نعدي نادي الوداد بإذن الله. المهم بقى يعني ده بمناسبة ان الوقت عدى بسرعة، فدي كانت اخر كلمة اقولها لكم، انه نادي الاهلي ان شاء الله باذن الله إن الليلة دي في المباراة هيأدي بشكل كويس. بالتالي في بعض الظروف وفي بعض المشاكل برضو في نفس الوقت. فمشاهدينا بحب كنت بحب اقول لكم اهلي ان شاء الله هيأدي بشكل كويس النهارده في مباراته النهارده مع الوداد. ان شاء الله هنعرف نتخطى عقبة الوداد المغربي ونتأهل للدور اللي بعده، وتكون فرصة لينا ان احنا نكسب دوري الابطال ان شاء الله. هسيبكم دلوقتي تتفرجوا على ماتش سموحة مع الهلال السوداني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.